السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيب قلبي، عاملين ايه؟ فيديو جديد معاكم النهاردة. طبعا انا هنا بقى لي بصلة، وورا كده كنت بحمر بطاطس لأنا بس عشان لأنس عشان ياكل. والغدا بتاعنا بقى اللي هعمله كفتة برز، هي الكفتة اللي هناك دي اللي في الطبق ديك. طبعا دي خالتي اللي مديهالي لما كنا في القاهرة يعني، وكنا وهناك عملتها يعني وديتها لي، عملتها لي مخصوص. طبعا هنا بقى ايه، انا قليت البصله بس تبلتها كده، ونزلت عليها بالطماطم اهو. هتتسبك بقى، ازودها ميه وهنزل عليها ايه بالكفته. بس هدعم لون الطماطم بس عشان لونها ايه بهتان شويه كده من السر. حطيت لها ايه بابريكا. هنا بقى هعمل احضر للرز برضه. حمر الشعريه، طبعا انا حطيت شويه زيت وحطيت سمنه. اشيل بس الزيت ده بقى عشان اوسع على نفسي كده البوتاجاز. تنسوش تصلوا على الرسول يا حبايب قلبي عليه الصلاه والسلام. ما تنسوناش في اللايك والشير وكومنت حلو منكم. وما تنسوش دعوه فلسطين بان ربنا يفك كربهم على خير يا رب ان شاء الله، وينصرهم بامر الله. وبرضك عايزين ندعي لعيب الكوره، الله يرحمه ويسامحه. عايزين ندعي لابراهيم شيكو لعيب الكوره، بان ربنا يرحمه ويسامحه وينور قبره ويثبته عند السؤال. الله يرحمه ويسامحه يا رب، ويرحم جميع الاموات. اللهم امين يا رب العالمين. ويصبر بقى مراته وعياله، ربنا يعوضهم بقى ان شاء الله. طبعا هنا بقى كنت خلصت بقى حمرت الشعريه ونزلت بالرز، نزلت بقى بالملح ومرقه الدجاج. هشوح بقى فيه كده وهديله بقى ايه ميه سخنه على طول كده. وبعد كده بقى هنقله على العين الصغيره ديك يستوي ايه براحته بقى على نار هاديه كده. تمام كده. طبعا هنا بقى الكفته بقى ايه احط لها بقى البهارات، واحط لها حطيت لها ملح بس مش كتير، واحط لها شويه بهارات والفلفل اسود، مش هحط اكتر من كده. بعد كده بقى ايه هزودها بقى الميه اهو زي ما انتوا شايفين، وهنزل بقى فيها ايه بالكفته بقى. هسقط بقى الكفته، وهحط مع الكفته دي بطاطس كده مكعبات بس مش دلوقتي بقى، اول ما تخش ايه في السوا. هنا بقى عندي شوربه، طبعا انتوا عارفين ان انا بشيلها في الفريزر. طلعت منها كده كيس عشان اعمل شويه لسان عصفور واعمل ايه شويه ملوخيه بقى. اول ما الشوربه ايه سخنت اهيك نزلت عليها بقى بالملوخيه واسيبها ايه لما تفك. هات. طب يلا يلا حطي الضمنه. ما هو ماسكاه اهو، بس ماسكاه بايد واحده. هنا بقى طبعا الملوخيه انا مولعه عليها وشويه كده، وهسيبها بقى هي تفك مع نفسها. وهنا طبعا بقى ايه هحمر بقى اللسان عصفور. طبعا اللي في العلبه ده خلص بقى، جبت تاني وزودت. هحمره بقى وانزل عليه ايه وانزل فيه بالشوربه بقى، يعني احط على الشوربه على طول. ماشي يلا. يلا شاطر. هنا بقى احط الشوربه وانزل بقى بيهم في قلب الشوربه كده. وعندي برضك ايه شوربه تانية، هزود بقى ايه شويه شوربه، وممكن ازود ايه شويه ميه، يعني المسموح عندك يعني. مش شرط انا بعمل بشوربه تقومي انت عامله بشوربه، لا عندك ميه اعملي بميه، حطي ماجي بتبقى حلوه وطعمها جميل صدقيني والله يعني. هنزل بقى بالماجي هنا وعلى الملوخيه برضك. الماجي بتدي طعم حلو للاكل. طبعا كل واحد ونفسه بقى يعني كل واحد حسب ما اتعود يعني. طبعا هنا بقى الكفته ايه كانت خلاص بقى قربت تخش على السوا، نزلت عليها ايه بمكعبات البطاطس بقى اهو. تاخد بقى غلوه والتانية وهطفي عليها. هنا بقى كانت الملوخيه ايه فكت شويه، قلت بقى اسخنها واعمل لها الايه الطشه بتاعتها بقى.
حتة التوم بقى ورزة الشطة كده برضك مش كتير، وهنزل بقى عليهم بشوية الكزبرة، شوحهم كده لحد ما يصفروا. هنزل بقى على الملوخية. طبعا الرز بقى هنا كان خلص وطفيت عليه، والكفتة كنت مولعة عليها بقى العين اللي جوه دي موطية، واللسان عصفور برضك مولعة عليه على العين التانية الناحية التانية. وكده كان الاكل كله خلص معايا، وربنا يحسن ما بين ايديكم وايدينا يا حبايب قلبي. لقمة هنية تكفي 100. هنا بقى كنت خلاص بقى غرفت الاكل اهو عشان نتغدى. جبت حته جبنه قديمه من التلاجة، مع ان الاملاح عامله عمايلها معايا، بس يلا بقى قلت يلا بقى الواحد نفسه جايبه على الحاجه يعني. ده المخلل ده من مصر. اتمنى الفيديو يكون عجبكم يا حبايب قلبي، وما تنسوناش في اللايك والشير وكومنت حلو منكم. متنسوش تصلوا على الرسول يا حبايب قلبي عليه الصلاه والسلام. هنا بقى بوريكم الكفته كده يعني حلوه هيك. اتفضلوا معايا بقى يا حبايب قلبي، اتفضلوا معايا. جميلة. هنا مفيش في اسكندرية منها، فهي مفيش غير في مصر، فما بننزل مصر بقى يا بناكلها هناك يا بقى خالتي عاملاها بقى وتجيبها لي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.